السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة بيجين بيردس. النهاردة هنتكلم عن الإسهال في المواليد الأغنام أو الماعز حديث الولادة، وهي أخطر حالة من حالات الإسهال. إن بيجيلك في عمر صغير، بيبقى الخروف أو المعزة يعني عمره يوم أو يومين، يعني ده بدأ عنده الإسهال من اليوم التاني للولادة. أول يوم كان كويس، تاني يوم بدأ الإسهال زي ما انتوا شايفين، بس طبعا الإسهال دلوقتي ناشف، لازم تتدخل فورا لأنه ممكن يموت الخروف، لأنه بيفقد سوائل من جسمه كتير، وهو بيبقى لسه ضعيف في أول يوم أو يومين، ما بيستحملش آه، ما بيستحملش يعني، فبيموت على طول. فلازم تاخد بالك وتتدخل فورا. طبعا هو الوقت الحمد لله من تاني يوم بدأ عليه الإسهال، بدأنا نتدخل وجبنا العلاج. أخد العلاج وطبعا جاب نتيجة من تاني يوم، وقف الإسهال، وهو الوقت الحمد لله بصحة جيدة وبيرضع كويس وبيلعب يعني زي ما انتوا شايفين. وطبعا بتتأكد ان الإفرازات الإسهال نشفت، يعني اللي عليه ده ناشف قديم خلاص، مش مبلول زي ما كان في أول يوم. طبعا كان الإسهال شديد عنده، وكان عبارة عن إفرازات أو بيضة، لونها مايل للصفار أو اللون البني الفاتح شوية. طبعا الصورة هنزلها لكم، صورة الإسهال بتاعه كان شديد على على الفيديو. طبعا اتدخلت وجبت علاج بيطري. طبعا في علاجات كتير، بس أنا استخدمت العلاج ده، اسمه بيوستين، للاستخدام البيطري لعلاج الإسهال والجفاف والحيوانات. يعني هو بيبقى زيه زي علاج اسهال و للجفاف، للسوائل اللي بيفقدها الخروف في او المولود في حالة الاسهال. فهو بيعوضك عن محلول الجفاف. عاوز تدي محلول جفاف ادي، بس انا الحمد لله ده الخروف في اليوم الرابع. الاسهال كان من يومين فاتوا، ده تالت يوم تقريبا للاسهال. مفيش اسهال حاليا. العلاج جاب نتيجة. بقول لك أداة العلاج، أنا بقول لك تجربة عملية يعني. جربتها وجابت معايا نتيجة. آه، طبعا هو في برضه مكملات غذائية، في كالسيوم وفي منجنيز وفي صوديوم وبوتاسيوم وزنك وحاجات من دي بتعوضك عن محلول الجفاف. الجرعة بدأت له أول يوم لأن الإسهال كان شديد، بدأت له ب10 سنتي في الفم. وبعد ساعتين اديت له 10 سنتي تاني يوم. جيت لقيت الإسهال واقف الحمد لله، وكل حاجة تمام. حبيت أشاركك التجربة. طبعا تأكد وانت بتجرعه في الفم اللي مفيش دواء بيقع منك بره. طبعا لو حاجة وقعت منك أو الخروف تف تف الدواء، بتبدأ تديله نفس الكمية تاني. طبعا الجرعة لو زادت شوية مش هتأثر، بس لو قليلة مش هتعمل حاجة يعني طبعا ما تقدرش تديله جرعة زيادة قوي. عفوا ما تقدرش تديله جرعة زيادة قوي، وما تقدرش برضو اللي انت تديله جرعة قليلة. هي 10 سنتي زي ما الطبيب البيطري قال لي. استخدمت ال10 سنتي، وبعد ساعتين اديت له 10 سنتي تاني. وقف الإسهال الحمد لله، والخروف دلوقتي بصحة جيدة. وطبعا بتتأكد من الإفرازات اللي على جسمه إنها نشفت، وتقدر تشوف وهو مثلا بيتبرز، أو تشوف اللي نازل منه ناشف ولا سايل زي ما كان. طبعا انت حتى لو ما شفتش، طالما اللي على جسمه او على رجله وديله من ورا خلاص ناشف، فبتعرف ان الاسهال وقف. لو لسه مبلول بتلاقي الاسهال كتير. طبعا التبرز بتاعه بيبقى قليل، او يعني مش على طول زي ده الطبيعي، انما في الاسهال بيبقى على طول بيتبرز او بينزل منه الافرازات اللي هي الاسهال دي. العلاج سعره مش غالي، زي ما شفتوا بيوستن بيطري. تمنه 35 جنيه. طبعا ممكن يختلف السعر من مكان لمكان. آه، في نهاية الفيديو بقول لكم دي تجربتي العملية، والحمد لله أنا تجربة يعني عملتها ونجحت معايا، فحبيت أشارككم
التجربة، عشان لو حد حصلت عنده المشكلة دي او حاجة يبدأ يتدخل. في نهاية الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة، وتعملوا لايك، وتشارك الفيديو لأي حد ممكن يستفاد منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.